السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم طريقة صوابع زينب بطريقة سهلة وبسيطة. المكونات معانا هتكون دقيق منخول 6 كوبايات دقيق منخولين، و3 كوبايات دقيق سميد، وكوباية زبدة، ومعلقة خميرة صغيرة، ورشة ملح، ومعلقة سكر. وهنا هنضيف الدقيق، هنقلبه مع بعضه، دقيق السميد مع الدقيق الزيرو. هنقلبهم كويس مع بعض، هنضيف عليهم رشة الملح، وهنقلب كويس المكونات. وهنا انا هضيف في الميه، انا مجهزه ميه للعجين، هضيف عليها معلقه السكر، وهضيف معلقه الخميره الفوريه، وهقلبهم كويس مع بعض عشان يكونوا جاهزين معايا للعجين. وهنا انا خلاص انا بجهز الدقيق عشان هنزل فيه بالزبده زي ما حضراتكم شايفين. الزبده انا سيحتها وسبتها حبه لما بردت شويه، ولو مش عايزه اسيبها تبرد مفيش مشكله. انا هنا هقلب المكونات كويس. ويا جماعه انا لازما يعني ابسه بايديا كويس اكن بعمل عجينه كحك. زي ما حضراتكم شايفين لازم ابسه كويس بايدي اكن بعجن كحك عشان تبقى دايبه وتبقى جميله. وزي ما انتم حضراتكم شايفين انا هنا بعد ما خلصتها خالص، شايفين دي بقى عامل ازاي. وهنا هنزل بالميه اللي انا كنت مجهزاها بالخميره الفوريه بمعلقه السكر. زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، العجينه كده مظبوطه معايا. زي ما حضراتكم شايفين كده هي كده جاهزه معايا للايه، ان احنا نبدأ فيها ان شاء الله نشكلها ونجهزها بإذن الله. جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده وجاهزة معايا. انا سبت العجينة تستريح شوية، وان شاء الله هنوضب الشربات بتاع الصوابع زينب معانا. 3 كوبايات سكر، وهضيف عليهم 3 كوبايات مية، وهنزل عليهم بعصرة ليمون، وان شاء الله هنسيبهم مع بعض على النار يبقوا جاهزين. ولازما يا جماعة ولازما الشربات يكون بارد يا جماعة، على قبل ما منزل فيه بصوابع زينب. وهنا ان شاء الله هنبدأ مع بعض في العجينة. يعني هنا بدأت اشكل، انا ما بسيبهاش يا جماعة، ما بركنهاش يعني انا اول ما بخلص عجين انا ببدأ على طول. وبرضو اول ما بتخلصوا تشكيل العجينة بتبدأوا على طول في الآلية، ما بتركنوهاش عشان لو خمرت منك جامد ممكن تتكسر منك وانت بتقليها. فدي حاجة مهمة لازم تاخدي بالك منها. اول ما تخلصي تشكيل على طول تبدأي تنزلي في الزيت بيها على طول. والزيت ما تسخنهوش قوي في البداية. انا هنا زي ما انتم شايفين انا بوريها لكم ان من جوه لازم تكون مفرغة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا ان شاء الله هنبدأ ننزل في الزيت. بصوا يا جماعة واخدين بالكم انا مش سايبة الزيت يعني ما سخنش قوي. انا يعني عايزاه يا دوبك يعني تبدأ براحتها كده علشان خاطر ما ت- ايه ما تت... لونها ما يبقاش غامق مني. انا عايزاه لونها فاتح وتكون شكلها جميل. وهنا بعد ما نزلت بكمية على قد الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده، حضرتك بتبقي موطية النار، يعني مش ما بتبقيش معليها علشان تبقى طالعة مقرمشة من بره وتكون طرية من جوه وجميلة. وبنزل في الشربات اللي انا كنت عاملاه على طول. وعلى فكرة يا جماعة انا كنت ضايفة كيسين فانيليا في الشربات بعد ما خلصته على طول، بعد ما نزل من على النار على طول ضفت فيه فانيليا عشان خاطر تبقوا عارفين انا عملت ايه بالظبط، عشان تبقوا معايا في كل الخطوات. وزي ما حضراتكم شايفين انا نزلت بيه في العسل، من الزيت للعسل على طول الشربات على طول. بصوا شكلها جميل جدا.
هاسيبها برضه حبة في الشربات تشرب منه. أنا نزلت هنا بالكمية التانية زي ما حضراتكم شايفين. أنا باسيبها شوية عشان تشرب كويس من الشربات بتاعها. وهنا إن شاء الله هنبدأ نطلعها. بصوا الجمال، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني أجمل وأحلى وأطعم كتير من بتاعة المحلات. والله اللي هتجربها ما هتندم وهتدعيلي والله. يعني جميلة جميلة جدا وأفضل وأطعم من اللي بتشتريها من بره. وهنا أنا هوريكم واحدة منها، يعني هنكسر واحدة مع بعض وهنشوفها من جوه عاملة ازاي. أنا بوريكم إن هي بسم الله ما شاء الله دايبة وجميلة جدا. بصوا من جوه عاملة ازاي، وطعم يا جماعة جميل جدا. والله جربوها ومش هتندموا. وهنا ده ان شاء الله الشكل النهائي بعد ما خلصنا. وزي ما انتوا شايفين كده الجمال بسم الله ما شاء الله، يعني تحفة جميلة جدا. بتحط عليها يعني بتزوقيها زي ما انت عايزة، بالشوكولاتة، بوسط الهند، زي ما حضرتك تحبيها. عايزة تاكليها سادة تاكليها، وبألف هنا وشفا. زي ما حضراتكم شايفين جميلة جدا. وإن شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش الاشتراك في القناة. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.